كوكو انديس هول. حبايب قلب مرمر عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير وكويسين وفي احسن حال. النهارده فيديو جديد واهلا بكم في قناتي. انا ايه؟ مرمر شنب. يلا بينا نبتدي الفيديو بتاعنا. الفيديو بتاعنا شويه مشتريات تحفه. الفيديو مش هيكون كبير بس علشان انا لما كل ما اشتري حاجه انتوا بتسالوني بتقولوا لي جايباها منين. فالنهارده فلساني في الحاجات المهمه. فالنهارده هعمل لكم الفيديو انا وفيولا اختي. بتشوفوها معايا في الفيديوهات بس ما كانتش بتتكلم، فهي النهارده هتتكلم. يلا بينا. ده معانا الطقم بتاع البقوليات اللي هو من شركه لمسه اللي انتوا سالتوني عليه. انا كنت جايبه لكم منه قبل كده بس دوت انا مش جايباه لي، ده جايباه لفيولا. وجبت لها اللون اللي هي بتحبه اهو. هو بيبقى عباره عن 5 قطع، دي اصغر قطعتين ودي اكبر قطعه. لا دول لوحدين بس انا مكمله لك عشان يبقوا 3 من دول. ايه رايك في لونه؟ ما رضيتش اجيب لك زي اللون بتاعي اللي هو الكحلي ده، حسيته مش هتحبيه. بس انا بحب الكلام ده. مريم قالت لي هاتي زي بتحبي اللون ده. طب استني عشان نعرفوا محتوياته. وريهم العلبه محطوط فيها المقاس ايه. ده وده والمقاس والمقاس الكبير دوت، والاثنين التانيين زي دول اهو، زي ما انتوا شايفينهم اهو. 2 صغيرين 2 وسط واحده كبيره. وجبت لها 2 من دول اللي هي الكبيره دي اهي، علشان مثلا شعريه، دقيق، مثلا فيجيتار. ودول 3 علب الحجم ده. هاتيهم كده اوريهم. طبعا انتوا عايزين تعرفوا الاسعار. انا جبت حاجات شركه لمسه من عند كذا حد قال لي يعني اسعار مختلفه. دول ال3 ب60 جنيه اهو. عايزه اقول لكم حجمها كبير محترم جدا. دول 3 ودول 2 ب57 جنيه اهو. يا جماعه الحاجات دي بلاستيك بيور نضيفه جدا جدا جدا. فانا طقمت لها، يعني لو واخدين بالكم جايبه لها كله نفس الدرجه دي لانها بتحب الدرجات الحمراء. في حاجه تانية هنا نحط دول كده مع بعض. طلعي اللي بعده يلا. بصوا بقى ده اختراع يا جماعه، اختراع بجد عجبني قوي. ده منظم الاندلس. بصوا الحركه. ايه رايك؟ ده بقى تحطي فيه خيار طماطم ويعني تصفيه الاول في المصفى دي، وبعدين تحطي منديل وبعدين تغطي الحاجه ما تبص بسرعه في التلاجة. يعني اللي عنده الحاجه بتبوظ يا حالاتي. دي ب60 جنيه. دي الثلاجات المهويه. اهو جبت ال2 دول بتوعي انا. دول زيهم ودول بتوعي انا زي اللي انا وريتهم لكم. انا جايبه نفس الدرجه نفس اللون. هي الوان الشركه دي الاحمر اللي انتوا شفتوه ده، الاسود، موف، الجري ده، الكحلي ده. انت ساكته ليه؟ ما توريهم حاجه. لا ايه بس حبيت اوريه لكم. اختي جابته. لا هاتي طب اوريكي. طيب اهو ده دي بطرمانات صغيره بس على شكل مج بغطا. هو محكم جدا على فكره اهو. خدي الفيلا وريهم. لا وري لهم المفتوح كده، وري لهم درجه الازاز. ازاز تقيل ب10 جنيه. انا بيبقى عندي كذا نوع شاي معرفش الغطا ليه بس هو نفس الحجم ده، فقلت اجيبهم ليهم وكده. يلا خلاص شافوه تعالوا شوف. خلاص وريهم دي بقى بتاعت الشوك والسكاكين والمعالق والحاجات الجميله اللي زي كده ديت. معلقه بس يعني ما اعرفش. لا بقيتي قرشانه صغنونه كده. طب قولي لهم بكام؟ دي ب 40 جنيه. ب 40 جنيه من عند كوكو انديس. ان شاء الله يطلع بالسلامه. ان شاء الله يا رب. ربنا يقربه هو وفرحان بالسلامه. الشنطه اللي انا ما بمسكش الا غير في الحاجات اللي ايه بعرفها بفهمها يعني عارفاها. ده بقى مج بقى ايه لما نكون سهرانين في الزهقه في السهره في الزهق. جماعه بصوا دوت بنشرب فيه حاجات حلوه كده. ده مج ايس كوفي على شكل صباره كده عشان ربنا يصبرني على اللي انا فيه. وعليها. طب قولي لهم سعره. ب 30 جنيه. اتفضلي خشي عليهم قولي لهم ب 30 جنيه. ده ب 30 جنيه. ده ب 30 جنيه يا جماعه. هاتي البولات دي. بصوا بقى دي انا واحده من الناس خايفه امسكها اصلا بس هي شكلها جميل. دي بولات بورسلين الواحده ب 55 جنيه. هنعمل ضوافر دلوقتي.
بص اهي بص الشكمرة. الواحده ب 55 جنيه، دول بيخشوا الميكرويف وغسالة الاطباق دول وكل. الواحدة ب55 جنيه مش التلاتة ب55. ها هو مش ربنا كده يعني. الدنيا ما رجعتش بخير. وقالوا لهم الطبق القمر اللي انا ما استحملتش واكلت فيه ده على شكل ورده. عملت فيه سلطه، انا الطبق ده جايباه للسلطه ب 45 جنيه. وده كنت عايزه وايبس فاشتريت وايبس وانا هناك وريهم يا بيقولوا. مش عارفه ده كان ب 30 ولا ب 35 جنيه. دي على فكرة من انضف انواع الوايبس ده على فكرة. اللي هو وايت. بستعملها اخوبش يخلصها. بس في ايه يا دي ماما؟ جميلة انت جدا بتحكي لهم جدا مشاكلك جدا ليه؟ يعني. وده زيت مساج بزيت الزيتون. يا ريت تجيبوا منها دي روعة. معرفش ده ايه ده. دي الحقنه بتاعت التويلت اللي هو عارفين. دي الحقنه بتاعت التويلت اللي هي بتطلع الجل ده سوري يعني في المقعد بتاع القعده بتاع الحمام. بيبقى مطهر وريحته حلوه جدا. بس لسه مش عارفه استخدمه ازاي يعني، جبته انا ومريم معرفش نستخدمه ازاي. دي مناديل اللي بنمسح بيها الشوز. على فكره هم ارخص ناس بيبيعوها، الباكت ده ب 15 جنيه، انا كنت جايباه ب 50 جنيه. الايس كوفي ما تخافيش ده ب 30 جنيه برضو. وطبعا زي ما انتوا عارفين ان انا ما اقدرش اروح عند كوكو. هي اللي بتسمعيني هي عارفه نفسها من غير ما اجيب المج ده عشان صاحبتي بتتفرج عليا وعندها عقده من المجات. ايه رايك يا فيلا فيه ده؟ ده شكله جامد، ده بتاعي. هنكتب نعم. عليه فيولا من تحت هنا كده. شوف دي ايه ده؟ شوفي بكام كده مكتوب؟ ب65 جنيه. يا بلاش والله. طب صدقوني جميل. انا ده ما اعرفش سعره، انا اشتريته كده او ما افتكرتش سعره. ده بقى حاجه انا كنت بدور عليها من بدري. اختي بقى كانت بتلف على ديت وشقتنا الشوارع كلها عشان نلاقيها، وفي الاخر ما لقيناش، راحت هناك لقيتها. ده منظم الدولاب. هاتي بقى كده هوريه ب65. ب 65 جنيه. ده جميل جدا بقى، معرفش هيتعمل ده بيه. يعتبر احسن خامه انا لقيته. ولو تعرفوا حد بيبيع خامات انضف من دي قولولي، لان انا بصيت على كذا حد والمساحه بتاعته كبيره يعني. انا استغربت المساحه. بصوا شايفين، والحديد بتاعه والقاعده بتاعته جامده، والايدين اهم برضو جامدين. صغير ليه في الفيديو بس هو عمقه كبير يعني. انا هحط فيه حاجات دلوقتي وهوريهولكم. هطبق فيه شويه حاجات كده، بس الاول هعطره كده. عندي بخاخه فيها ديتول لان الحاجات دي مش بتتغسل، فانا لازم اعقمها. استنى اجيبها لكم. دي بخاخه اهي فيها ميه بديتول، وهرش كده فيه. تمام، لان طبعا هيتحط فيه ملابس. اوعي لو بيطير على وشك. بس ايه رايك في المجات الصغيره؟ عجبتني قوي لان انا كنت بدور على حاجه زي كده خلاص رشيتها. وبعدين هروح راجعه بالمعطر كده. كان في منه شفاف، تصدقني انا ندمانه ان انا ما جبتش منه. من ده بس انا قلت ايه هجربه لان انا بدور على خام انضف. بس هسيبه بقى يتهوى شويه وهوريكم انا هحط فيه ايه. هو ده خطير بجد. انت جايبه لي واحد من اللي انت حاطاه في الثلاجه ده؟ ايه اللي انا حاطاه في التلاجة؟ اللي هو بيتحط في الثلاجه؟ لا. اما انت جايبه لمين؟ ليه؟ جايبه الاثنين؟ المفروض 3 أو 4. جبته هنا علشان اوريكم العينه اهو. بعد ما نشف خالص انا سبته في البلكونه. عايزه اقول لكم ريحته معطر والمطهر. بصوا عشان تبقوا فاهمين الفكره بتاعته يعني للي مش عارف. انا هنا كده ده بصوا كنت حاطاه في الدولاب. شايفين ده منظم بس بلاستيك صغير زي ما انتم شايفين الحاجه طالعه من فوقيه ازاي. المنظم ده انا حاطه فيه ايه؟ حاطه فيه البناطيل اللي هي الكارينا المبطنه السودا العاديه، مش اللي هي من جوه صفرة، اللي انا بلبسها على التيشيرتات الاوفر سايز. بتتلم كده اهو وبتحطيها في الرف في المنظم. حاطه فيه بضيات حماله اهو علشان الادراج اللي عندي في الدولاب مشغوله. بتطبقي بقى تطبيقات صغننه كده
ويا توقفيهم بالطول يا اما ترصيهم كده بالعرض، على حسب ما انتي تحبي يعني وترتاحي. تعمليها كده تطبيقة خفيفة وترصي. هنا كده ابتديت اطبق الغسيل كله قدامكم بالطريقة دي علشان اوريها لكم. حاولي تنظمي وتصغري، هيشيل معاكي على قد ما هتنظمي وتصغري هيشيل معاكي. عجبني جدا يا جماعة، وشكله في الدولاب شكل انيق كده وحلو. على الظرف كده حطيه، هيعجبكم قوي. مش عارفه، انا في حد قالي انه جابه اونلاين وطلع كويس. لو تعرفوا اي بيج قولولي وانا اكلمها، حتى لو تخشوا تقولولي على الانستجرام عليها. هسيب لكم اللينك في اول كومنت مثبت، انزلوا عليه. حطي الفيش وهتدخلوا هتلاقوا على طول الانستجرام بتاعي. تبعتولي اي بيج جبتوها وجربتوها منها، لان انا عارفه ناس كتيره قوي جابت منها. المنظم الصغير اللي عندي ده، بصوا فرق المقاسات رهيب، يعني في فرق جامد ما بينهم. ولو عندك حد بيبيعه جربيه، مش هتندمي بجد خالص. الضلف اللي بيبقى فيها الشماعات بيبقى من تحت كده، عايزين نحط حاجات مثلا، حاجات جديدة جايبينها، حاجات عندنا، ده برضو ينفع تلمي فيه تخلي الشكل نضيف كده ومنمق، وهيعجبكم قوي. بصوا الشكل النهائي، شايفين المنظر؟ تحفة 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 كده. انا لازما ادور على اي بيتش بتجيبهم، واجيبها منين. تحفة يا جماعة ومتين جدا كده. بصوا شكله حلو ازاي اهو، وكل حاجة واضحة فيه قدامكم زي ما انتم شايفين. طبعا الدولاب هو متطبق والله بس منعكش، هظبطه برضو. وحتى لو عايزة احط البوكس الصغير ده فوقيه هحطه، مش هيبقى يعني متلعبك. بصوا شايفين؟ بصوا اهو، يعني لو جبت واحد تاني وحطيته فوقيه واطلع كده المنظم واخد اللي انا عايزاه منه وارجعه تاني، برضه هيبقى حلو جدا. يا رب يكون الفيديو عجبكم واتبسطتوا منه واستفدتوا. اشوفكم في فيديو جديد، ودلوقتي هنقول لهم ايه يا فله؟ ايه، مع السلامة، باي باي. تصبحوا على خير.